السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم المفضلة ريو سبورت، ومعكم أحمد العربي لمتابعة آخر الأخبار. مبروك، مقدما نقول مبروك للنادي الأهلي حصد الثلاث نقاط. طبعا الكابتن عماد النحاس مش هنعرف نحكم عليه من أول المباراة. طبعا آخر ربع ساعة كارثية في الشوط الأول. بتروجيت النهاردة أدى أداء ولا أروع. تشكيلة ما عنديش تحفظ غير على احمد نبيل كوكا بس. انت عندك علي معلول، ابدا بيه. طبعا هو لسه بيجرب اللعيبه، لسه بيفهم اللعيبه. مباراه كويسه، اداء كويس. بتروجيت يستحق ضربه جزاء صحيحه، هدف تاني صحيح. ده هدف امام عاشور، فاول طبعا واضح. والحكم النهارده يعني نقدر نقول جيد، اداء جيد. اداء النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى ان الاخطاء اللي حصلت المباراه دي نتداركها. انت داخل على بطولة كأس العالم للأندية. النهارده النادي الأهلي ما عندوش غير ثغرة الدفاع. طبعا علامة استفهام كبيرة على دفاع النادي الأهلي النهارده. محدش متوقع الأداء والثغرات دي اللي في الدفاع. طبعا لازم مجلس الإدارة، لازم كابتن عماد النحاس، الكابتن محمد يوسف يبقوا حاطين عينهم على الثغرة دي. إن الدفاع أنت مش هتلاعب فرق مصرية. أنت هتلاعب إنتر ميامي، هتلاعب باتشوكا، هتلاعب فرق كبيرة. فمش هينفع، مش هتعرف تعوض بفوارق كبيرة. النادي الأهلي النهاردة علامة استفهام فعلا، أو 100 علامة استفهام على الدفاع. أداء اللاعبين، إمام عاشور لو لعب جماعي هيأدي أفضل من كده. إمام عاشور لو لعب جماعي هيأدي أفضل من كده. طبعا في لعيبة زي حسين الشحات نزلت ما أدتش. طبعا لسه حسيت المباريات، اللعيبة بره ما لعبتش لها فترة. محمد مجدي قفشة، اللعبة دي. الأداء النهاردة نقدر نقول جيد، نقدر نقول مبروك للنادي الأهلي. 3 نقاط غاليين. والنقطة 43. بيراميدز النهاردة بيفوز على حرس الحدود. الماتش اللي اتلعب الساعة 5، 2-1. هدفين بتروجيت، هدفين صحاح. المباراة كلها مفيهاش ظلم تحكيمي، لا لا طبعا المباراة والتحكيم المصري بدأ يرجع. الهدف الثاني، الهدف الاولاني بتاع حرس الحدود عالمي، بسم الله ما شاء الله، يعني هدف ولا اروع. بكره ان شاء الله في مباراه الزمالك كلنا هنتابعها. طبعا المنافسه شرسه بين الاهلي وبين بتروجيت، بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. كولر اتعمل له حفله تكريم، سافر النهارده، خلاص رحل. لافتات حلوه في الشوارع المصريه. اتكرم لاعبين، حرصوا على ان هم يودعوه. هو ذات نفسه قال كلمة وداع. الجهاز الفني كله. دي قيمة إن أنت تنهي علاقة بين مدرب أو بين إداري أو بين أي حد، ما بين مجلس إدارة. ده الفرق، ده فرق التعامل، وفرق إن أنت تكون منظومة مؤسسية. طبعا مارسيل كولر اتنازل كتير وضحى في سبيل إن هو ضحى للنادي الأهلي كتير بباقي مستحقاته. طبعا نتمنى التوفيق لمارسيل كولر. هو قال كلمة حلوة: أنا كنت أتمنى أبقى موجود وألعب في كأس العالم. أنا كنت مدرب النادي الأهلي، هسافر وهسيب وأترك وهسيب النادي الأهلي، هبقى واحد من مشجعين النادي الأهلي. طبعا لافتة حلوة من مارسيل كولر، بنتمنى لك التوفيق. في خبر من يومين، امبارح والنهارده، في السوشيال ميديا، إن نادي الزمالك بيفاوض مارسيل كولر. أنا ما أتوقعش إن مارسيل كولر هيجي الزمالك. ممكن يجي الزمالك في حالة واحدة بس، إذا مجلس الإدارة ونادي الزمالك اتغير ورجع نادي الزمالك بتاع زمان اللي إحنا
طبعا راح الكابتن ميدو مسافر بره اوروبا، عايزين يجيبوا مدير رياضي. طبعا دي هتبقى الاول مره في تاريخ نادي الزمالك يعمل مدير رياضي. هو عايزه اوروبي، ده خطوه جد جدا وخطوه كويسه وبنشكر عليها نادي الزمالك. اخبارنا الرياضيه انتهت. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بكره ان شاء الله تغطيه كامله وتحليل كامل لمباراه نادي الاهلي وبتروجيت فنيا، وهيكون في مباراه برضه نادي الزمالك. طاب مساءكم ولنا لقاء بكره ان شاء الله.